السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة خالص تستاهل بصراحة يتقال عليها ترند اليوتيوب. في منتهى الجمال، سهلة بسيطة، شكل تحفة، شيك جدا، طعم خرافي. اي حد هيدوقها مش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت، هيقولك اكيد هي جاهزة. بيتقال عليها المكشكشة او الجلاش بالبسبوسة، سميها زي ما تسميها، المهم النتيجة والطعم اللي يجنن في الآخر. هنعملها مع بعض، تابعيني وإن شاء الله هتعملي وصفة في منتهى الجمال. بس اللي مشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتحط لايك وتدعم زر الجرس علشان يوصلها بإذن الله كل جديد. شايفين الجمال؟ ندخل بقى على المقادير. اول حاجه هنعملها هنعمل الشربات، علشان على بال ما نخلص الوصفه بتاعتنا يكون الشربات بتاعها برد. كوبايتين من السكر، وهننزل عليهم على طول بكوبايتين من الميه. الشربات هنا مش عايزينه يبقى تقيل، شربات حلو خفيف. اول ما هيبدا يغلي معايا هنزل عليه بعصره ليمونه وخلاص كده. اي حاجه طبعا بتبقى على الوش كده بحاول ان انا اشيلها. اول ما غلى على طول نص ليمونه، و5 دقايق بعدها وهطفي على الشربات خالص واسيبه يبرد بقى. الوصفه بتاعتنا جباره وهتعجبك جدا. دي كوبايه من الدقيق السميد بتاع البسبوسه، وهحط عليها كمان نص كوباية من جوز الهند. هقلب دول مع بعض اهو زي ما انت شايفة كده، كوباية سميد وعليها نص كوباية من جوز الهند. هقلبهم مع بعض كويس، وبعدين هنحضر المكون التاني. دي كوباية من السمنة وعليها زيت، سمنة وزيت مع بعض. هحط عليهم كيس بيكنج باودر واقلبهم مع بعض كويس، لان البيكنج باودر ده هو اللي بيخلي الجلاش يورق معايا. هبدأ بقى زي ما انت شايفة كده ادهن ورقة ورقة من السمنة اللي انا عاملاها وعليها الزيت والبيكنج باودر. هدهن الورقة كويس وهبدأ أرش عليها بإيديا كده من الخليط اللي أنا عاملاه من السميد بتاع البسبوسة وجوز الهند. هملاها كده كويس بإيديا، وأبدأ بقى أتابع معايا هنكشكشها إزاي. زي ما انت شايفة كده، همسك الورق في إيديا وهطلع بيها لقدام مسافة واتنيها تاني. فاكرة المروحة اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين؟ هي المروحة بقى اهو زي ما انت شايفة كده. هطلع لقدام وبعدين ارجع تاني لورا اتنيهم فوق بعض. تمام كده. وهبدأ بقى زي ما انت شايفة كده احطها في الصينية، وعلشان الورقة طرية ممكن تقع مني، ففي الاول بس كده لحد ما الصاج يتملي ببدأ اسندهم بالكوبايتين علشان الورق ما يتفردش مني تاني. هوريكي واحدة كمان بعملها ازاي. هدهنها كويس بقى بالسمنة زي ما انت شايفة كده، وهرش عليها الخليط بتاعي. شايفة بطلع لقدام مسافة واتني عليها تاني جوه، ادخل لجوه وبعدين ارجع لورا تاني، وهكذا لحد ما اعملها زي المروحه. بس كده، الطريقه سهله جدا مش صعبه، ما تستصعبيش اي حاجه. وافضل اعملها بنفس الطريقه كده لحد ما اخلص الصاج كله زي ما انت شايفه كده. وباقي مقادير السمنه اللي معايا على الزيت هبدا ان انا ادهن بيها
وش الجلاش بتاعي علشان يحمر وياخد اللون الجميل اللي انتي شفتيه الاول. انا مش فاتحه عليه الشوايه ولا اي حاجه، انا حطيتها تستوي كده من تحت وخلاص. على كده الصاج اللي هو بعد الرف اللي هو بعد الصاج الاولاني هدخلها على 160 واسيبها بقى لحد ما تستوي براحتها. هحضر بقى قبل ما ادخلها الفرن، هحضر الكريمه اللي انا هحطها عليها. كوبايتين من اللبن، وعليهم زي ما انت شايفه كده معلقتين محترمين، معلقه تبقى هرميه لفوق كده من الكاستر، وهقلبهم حلو خالص واحط عليهم من ربع لنص كوبايه سكر مطحون. انا حاطه سكر مطحون، لو عايزه تحطي سكر عادي براحتك خالص. هقلب بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما الكاستر يدوب خالص معايا. خدي بالك ده كله على البارد، وهبدا اسقي بيه الجلاش بتاعي. هسقي بقى الجلاش كله بالكوبايتين دول، يعني الكميه كلها هسقي بيها الجلاش، والورق هيشرب الكميه دي مني، ما تقلقيش، هيشربها كلها، كل ده هيشربها. هسيبها بقى لحد ما الجلاش يتشرب تماما من الكريمه والحليب اللي احنا حطيناهم، وهدخلها الفرن لحد ما تستوي وتاخد لون زي ما انتي شايفه كده. تطلع من الفرن بتاعت البوتاجاز سخنه مولعه، وهبدا انزل عليها بالشربات البارد واغطيها لحد ما تهدى خالص. اول ما تهدى هتبدا تطرى تاني معاكي، تقطعي منها وبالهنا والشفا. وهنحط عليها كمان الفستق الكداب اللي كنا عملناه مع بعض قبل كده في القناه، لو ما شفتهوش ارجعي له، كانت وصفه في منتهى الجمال. حلوه جدا، شكلها حلو خالص، وطعمها كمان جميل جدا. تخيلي انت الكاستر، كريمه الكاستر مع الجلاش والبسبوسه والشربات، حاجه تحفه خالص. وبس خلاص كده يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات علشان باذن الله يوصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.